السلام عليكم واهلا بكم. اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعض حلوة المعمول المحشية بالتمر. حلوة سهلة ولذيذة. في المقادير عندي 250 غرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، عندي كأس من السكر الناعم، كأس من النشاء لا مايزينا، عندي 3 صفار بيض، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، فانيلا والفرينة حسب الحاجة. نبدأ على بركة الله. بسم الله. اولا حطيت السكر الناعم مع الزبده ورايحه نخفقهم مليح بالباتور حتى نتحصل على كريمه. نضيف صفار البيض ونخلط شويه. بسم الله. هنا راني نحيت الباتور، نضيف الفانيلا وكاس تاع النشاء. بسم الله. وندخل مليح النشا مع الزبده، نخلطهم جيدا. فوالا. ونبدا نضيف الفرينه. بسم الله، غير بالعقل نحط شويه. ما ننساش الخميره، مغرف صغيره من الخميره. بسم الله. نستعمل يدي ونبدا ندخل الفرينه مع الزبده حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه ولكن تكون رطبه، يعني ما رايحش نقصحها بزاف باش الحلوه ما تجيش ناشفه. دونك فوالا. بعد ما حضرت العجينه ديالي وجدت الحشوه بالتمر. هاد الحشوه هي نفسها اللي حضرتها المره اللي فاتت في المقروض، حنحط لكم الرابط في اسفل الفيديو بو بلوس دو ديتاي. درت التمر، درت له شويه من الزبده، مبشور الليمون، شويه قرفه، شويه قرنفل وما زهر. كثري له شويه الماء زهر حتى تحصلي عليه يكون رطب مليح باش ما ينشفش في الفرن. فوالا. انا هاد التمر هذا وزنته 15 غرام وهذه العجينه وزنتها 30 غرام، يعني الدوبل، يعني الضعف تاع التمر. اذا عندك الميزان، اذا ما عندكش الميزان استعملي عينة ميزانك، المهم التمر يكون صغير على العجينه. اذا بسم الله. ناخذ الحبه تاع لاباط تاع العجينه، نفتحها بيديا هكذا ونحط لداخل حبه تاع التمر ولا الغرس ونبلع عليها مليح مليح، ندخلها مليح، نحاول نبلع عليها جيدا ونعاود نسقمها مليح بيديا. فوالا راهي تسقمت. هنا راني حطيت شويه فرينه في طاوله العمل. ناخذ الحبه ديالي نحطها من الفوق وحنستعمل هاد الطابع هذا موجود في المحلات. انا عندي هاد الشكل تاع الزهره موجود بعده اشكال، حنحطو فوق الحبه، نشدو يعني نشدو ونضغط عليه. في اون بريسيون نضغط باش نمد لها الشكل تاع الزهره ونحيه بكل سهوله. بسم الله. ها هي الحبه. نزيد حبه اخرى. دونك ناخذ الحبه ديالي نفتحها مليح، نجيب التمر نحطه في الوسط ونعاود نبلع مليح. شفي اون سورت باش نخبي كامل هذاك التمر ما يبانش، ونسقمها جيدا. نحاول ندورها باش تتسقم الحبه مليح. نزيد نسقمها مليح ونحطها وناخذ الطابع نشدو منها باش ما تخرجش العجينه ونضغط. بسم الله. فوالا ونحيها. ها هي الحبه ديالي. نكمل بهذه الطريقه هذه وندخلهم للفرن على 170 درجه حتى يطيبوا، يعني ما رايحينش يتحمروا، رايحين يتحمروا غير من تحت فقط، من الفوق يبقاو بيض. ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ها هي الحلوه اللي درنا مع بعض اليوم. بعد ما نحيتها من الفرن زينتها بشويه من الملمع الغذائي، يعني في بعض الحبات زينتهم بالملمع الغذائي وبعض الحبات لا. المهم ليبر كور ا فوتر ايماجيناسيون، ديروا الحاجه اللي تحبوها، فقط تجي رائعه جدا وتجي هشيشه بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها في الدار. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم وشاركوا في القناه كي يصلكم الجديد. والى وصفه مقبله ان شاء الله، والى اللقاء.